علاقة بثروات وخيرات السودان. الإمارات مهتمة تماما بها. نعم. في موضوع الذهب تحديدا، وهي ما زالت عبارة عن تقارير إعلامية ولكنها أيضا ليست جديدة على مدار الأشهر الماضية. تم نشر مثل هذه، وقيل أن كل ذهب السودان خرج من السودان بحسب أحد التقارير الإعلامية، وذهب إلى الإمارات من أجل الوصول إلى روسيا. أيضا نريد الحديث عن موقف روسيا وموقعها من الأزمة السودانية، وقد دار الحديث مؤخرا عن وجود أيضا قاعدة عسكرية على ميناء بورتسودان هنالك في السودان. أيضا من هذه يعني بالحديث على الجانب الروسي غير خفي تماما ومعلوم أن هناك يعني علاقات أو هناك حالة من التعاون ما بين قوات فاغنر الروسية وقوات حميتي، حيث هناك كانت عديد من التقارير التي أشارت إلى وجود تدريبات مشتركة، إلى وجود علاقات استخباراتية وتواصلات. الأطماع الروسية غير يعني حديثة، هي غير حديثة العهد في السودان. نعود مرة أخرى أيضا إلى نقطة مهمة جدا، وهي البون الاستراتيجي في السودان. روسيا تطمع إلى أن يكون لها مكان، وأن يكون لها يعني تكون لها قاعدة بحرية واضحة جدا في السودان تخدم استراتيجيتها ومطامعها في المنطقة بصورة. ولكن وجود روسيا أيضا على خط هذه الأزمة، هل هنالك خشية من امتدادها وامتداد هذه الاشتباكات وتوسعها لتصبح حربا إقليمية دولية؟ أيضا تتم تصفية حسابات هذه الدول الكبرى، روسيا والولايات المتحدة تحديدا وحلفائهما على الأراضي السودانية. هذا ما يخشى منه الجميع الآن، هذا هو السيناريو الأسوأ الذي يعني تقتيد إليه البلاد الآن في هذه اللحظة الحرجة. أن يتحول السودان إلى باحة خلفية لتصفية حسابات وأطماع خارجية مختلفة ومتنازع عليها. توجد هناك أطماع معروفة تماما، يعني أو دعنا نقول يعني فوائد أو استراتيجية أمريكية في المنطقة، توجد أطماع روسية في المنطقة، توجد أطماع إماراتية في المنطقة، البون الاستراتيجي، العلاقات المصرية السودانية، العلاقات السعودية السودانية. الموقع جدا حساس من ناحية أخرى، إثيوبيا وإريتريا، المكان جدا حساس وقابل للاشتعال. وروسيا بطبيعة الحال لديها اهتمامات كبيرة جدا بالمنطقة. أمريكا أيضا بطبيعة الحال، فيما لم توجد حالة من الاستقرار، وهذا الاستقرار الذي كنا نبحث عنه في الفترة الماضية، بالحديث عن وجود دولة مدنية، بالحديث عن وجود كيان سياسي معتبر يحتد به، فيما لم بما أنه لم حتى تاريخ هذه اللحظة لم يتوفر هذه الحالة من الاستقرار، فالآن أصبح يعني إلى درجة ما الباب مشرع يعني ومفتوح على مصراعيه لهذه الحالة العبثية من الفوضى التي ستحدث في المكان. الآن الجميع يريد أن يحافظ على أطماعه، ستحدث هناك تدخلات، ستحدث هناك حالة من حالة من تضارب المصالح في المنطقة. لذلك يعني نحن الآن نأمل أن تنتهي هذه الفوضى دعني أقول، وهذه الحالة العسكرية العبثية في السودان بأسرع وقت ممكن، وإلا ستكون المآلات غير حميدة للجميع. نعم.